الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، أما بعد. هذا هو المجلس 12 من مجالس الحديث عن النفاق والمنافقين. هم العدو فاحذرهم. نتحدث عن المرض الهالك والداء الفتاك والجرثومة الضارة والكوارث المدمرة للأمم والشعوب، عن أعظم المكائد التي تهدم أبنية الحق وكيان الأمم، عن أعظم الأمراض، عن النفاق وشعبه الذي متى تجذر في القلب أماته، فصار صاحبه من جملة الأموات، وإن كان في نظر الناس من الأحياء. قال عز وجل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ومما ينبغي التأكيد عليه هو أن النفاق أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله جل في علاه، وبناء عليه فلا يجوز إطلاق لفظ النفاق على مسلم إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، لأننا مأمورون أن نحكم بالظاهر، أما السرائر فنكلها إلى الله جل في علاه الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال بأن سريرته حسنة. وروى البيهقي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن يسار قال: بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن، فكتب عمر رضي الله عنه وأرضاه أن اجلبوه، فلما قدم عليه الرجل قال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ قال: إن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 3 منازل: مؤمن وكافر ومنافق، وما أنا بكافر ولا منافق. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أبسط يدك. قال ابن إدريس: رضي بما قال. وإنما أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يعلم الرجل وأن يعلم الأمة ألا يغتر أحد بعمله، وألا يفرح بعمله، وألا يزكي نفسه، فإن المؤمن الصادق لا يزكي نفسه. فالصحابة رضوان الله عليهم طالت أعمارهم وتغيرت الأحوال وتبدلت، ورأوا أمورا لم يعهدوها ولم يستطيعوا تغييرها وإنكارها،
فظنوا بأن سكوتهم يعد مداهنة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة إيمانهم. فالمؤمن الصادق كثير الاتهام لنفسه، دقيق في محاسبتها، عسير في محاسبة نفسه. ومن أجل ذلك مدح الله عز وجل النفس اللوامة. أما من يزكي نفسه ومن يمدح نفسه ويحسن الظن بها وهو ليس كذلك، فهذا فيه شعبة من شعب النفاق. قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا تمدحوها. وقال الحسن: ما من نفس إلا والله عالم ما هي عاملة وما هي صانعة وإلى أي شيء صائرة، فلا تزكوا أنفسكم، لا تبرئوها من الآثام ولا تمدحوها بحسن عملها. وقال الكلبي ومقاتل: كان الناس يعملون أعمالا حسنة ويقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا، فأنزل الله الآية: هو أعلم بمن اتقى، بمن بر وأطاع وأخلص العمل لله جل في علاه. عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أصابعي هذه، وهو يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. قالوا: وكيف يكون المنافق العليم؟ قال: عالم اللسان، عالم اللسان جاهل القلب والعمل. رواه الفريابي في صفة النفاق وذم المنافقين. وعند الفريابي أيضا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة: منافق يقرأ القرآن لا يخطئ منه واوا ولا ألفا، يجادل الناس يقول أنا أعلم منكم ليضلكم عن الهدى، وزلة عالم وأئمة مضلون. وعند الفريابي أيضا في صفة النفاق وذم المنافقين قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما أخاف عليكم أحد رجلين: مؤمن تبين إيمانه وكافر تبين كفره، ولكن أخاف عليكم منافقا يتعوذ بالإيمان ويعمل غيره. وهذا يؤكد على أولي النهى والبصائر أن يحذروا أشد الحذر من النفاق والمنافقين، وأن يحذروا من النفاق والمنافقين، وأن يعلموا صفات المنافقين ليحذروها. تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالصحابة رضوان الله عليهم مع قوة إيمانهم وصدقهم وإخلاصهم وخوفهم من الله وقربهم من الله
كانوا يخافون على أنفسهم أشد الخوف من النفاق، وهذا حال السلف، وهذا ديدن الفضلاء في كل زمان ومكان. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق والسمعة والرياء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.